تقريبا كده مفيش حد فينا ما جاش التجمع، وكل اللي بيجي التجمع وياكل بيحتار من كتر المطاعم اللي موجوده فيها. فالنهارده بقى اقول لكم تاكل ايه في التجمع بارت 1. يلا بينا. وهبتدي باول واحد جي. سمعت الفتره الاخيره من صحابي وناس كتير بعتالي ان هو بيعمل سماش برجر عالمي. بصيت في المنيو الاوبشنز مش كتيره وطلبت السيجنتشر بتاعتهم ترافل جي. الساندوتش شكله تحفه فنيه، من كتر جمدانه خايف اكله. بسم الله. اوف، الساندوتش مش طبيعي الصراحه. ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي بجد والله، مش مصدق. كنت انا قلت كلمه كده زمان في سولت باي في تركيا، لو ده مش هيتقال عليه جوسي، امال اللي هيتقال عليه جوسي الصراحه. انا خايف اخلصه، هيصعب عليا نفسي من كتر الحلاوه والجمدان اللي مش عايز يروح من بقي الصراحه. الميكس ما بين الكراميلايزد اونيون والبيكلز، سماش برجر، امريكا تشيز، ترافل مايو، لا الصراحه كواليتي في السما. وهمي مش طبيعي، قول زي ما انت عايز تقول. بالنسبه بقى للبطاطس مش مزيتها عليها ملح بس طعمها حلو، البطاطس حلوه قوي. لا انا مبسوط الصراحه، مبسوط قوي. انا زعلان انه خلص والله العظيم، من كتر جمدانه مش عايز طعمه يروح من بقي. جي هينضم للاماكن بالنسبه لي اللي انا ممكن اكلها كل يوم، ما ازهقش خالص. بالنسبه للسعر الساندوتش بالفرايز 210 وهو عنده كذا فرع وده كان فرع 11 سكوير. يلا بينا نخش على اللي بعده. نخش بقى على تاني مطعم 900 ديجريز بيعمل ايطاليان بيتزا. بالنسبه لي اجمد واحد على الاطلاق، في ناس كتير تانية بتعملها جامده بس هو المفضل بالنسبه لي. فتح في الداون تاون وبولاريس، ويلا بينا. الصراحه اجمد حاجه في الايطاليان بيتزا ان هي اقل من 60 ثانيه الاوردر بيكون جاهز، فهوب سكالوب كده بتطلع بسرعه الصراحه. وسيبكم بقى مع الفقره المفضله بالنسبه لي وانا بتفرج على الاوردر وهو بيتجهز. يلا بينا، بسم الله. شكلها زي ما انتم شايفين جامده. الصراحه الانجريدينتس بتاعت كل حاجه فيها عالميه. العجينه حلوه قوي. قولوا لي كده، جربتوا ايطاليان بيتزا فين؟ وايه اكتر مكان عجبكم؟ ده بالنسبه لي رقم واحد. قول لي بقى انت بالنسبه لك مين اللي انت شايفه رقم واحد بيعمل ايطاليان بيتزا؟ عجينه ولا كلمه. الكواليتي بتاعت الجبنه، البيبروني، كل حاجه الصراحه مظبوطه بالملي. وده بالنسبه لي بقى اللي بيميزها عن اماكن تانية كتير. عايز اقول لكم مش شرط عشان تنسف الاكل بالمنظر ده تكون ميت من الجوع خالص، لا، ممكن يكون من كتر الجمدان مش عايز طعمه يروح من بقك، عمال تاكل ومش قادر تقاوم. ده اللي بيحصل لي الصراحه وانا هنا. السعر ممكن يكون غالي سيكا بس الطعم ولا كلمه. ونسيت اقول لكم كمان ان هم بيعملوا تشيكن وينجز خياليه وباستا حلوه قوي، فاللي مالوش في الايطاليان بيتزا هياكل الحاجتين دول وهيتبسط. يعني من الاخر بقى 900 ديجريز جامد. واخيرا بقى هختم بنوت بيكري، فاتح في زياره الرحاب وهو عنده كذا فرع تاني. عندهم كولكشن بيكري خطير وكبير قوي، بس انا اخترت ايه بقى؟ نوتيلا بومب. تتعمل كده قدامك، فيلا بينا بقى نشوف الجمدان ده. من الاخر نوت بيكري احسن مكان بيعمل دونتس كلوكال براند، يعني كريسبي كريم عالمي. نوت بيكري عادي فتح في مصر تقريبا، عنده بتاع 4 فروع او 5 فروع. تعال نشوف بقى المنظر عامل ازاي، عشان دي جريمه لازم يتلبس لها. نهار لغوصه، كارثه. اوفر دوز نوتيلا. العجينه بتاعت الدونس النوتيلا فريش لدرجه ان هي سخنه وهميه، فعلا احلى ختام، مش طبيعيه. تقريبا مفيش احسن من كده بقى اختم بيه. قولوا لي في الكومنتس لو انتوا شايفين 3 اماكن في التجمع جامدين صورهم في البارت 2. ده كان رايي، هم دول ال3 اماكن. ما تنساش بقى تعمل لايك وفولو ومنشن لصاحبك عشان يعرف الاماكن دي ولما يجي التجمع ما يتوهش. سلام.